السلام عليكم. بعد الفيديو ده اوعدك هتبقي استاذة في اعمال الكيك. بجد من احلى الكيكات اللي عملتها كيك الصاج، وهنعملها في الخلاط وما شاء الله كيك بحجم عائلي، يعني يكفي معاكي العيلة ويكفي حبايبك كلهم. تقدري طبعا تعمليه، تقدري تعملي نص المقدار زي ما تحبي، ولكن انا كنت بعمل مقدار صينية متوسطة وما شاء الله يعني بتخلص بسرعة. فقلت لا، هجمد قلبي واجرب كيكة الصاج دي، وبصراحة طلعت تحفة وقعدت معايا طبعا كذا يوم. ما شاء الله شايفين الجمال، كيك هش ومرتفع ومش مكتوم مفرغ خالص. وطبعا هقولك في الفيديو اسرار نجاح الكيك علشان يطلع معاكي بالجمال اللي انت شايفاه ده، ما شاء الله. وهقولك برضو سر التسوية واللون الحلو ده. يلا بينا بقى نشوف الطريقة والمقادير مع بعض. مقاديرنا النهاردة هتبقى 6 بيضات. طبعا ما تستغربوش ان هما 6، لان انا هعمل صاج كبير، صاج زي اللي بنشتريه كده، اللي بنشوفه في الافران واللي بنشتري منه في الفرن، بيبقى عامل الكيك في صاج كبير كده. انا هعمل صاج بقى ما شاء الله يقعد معايا كده كام يوم ونوزع منه على الحبايب. طبعا بما ان 6 بيضات هحط عليهم 4 اكياس من الفانيليا. عندي هنا 3 كوبايات من السكر، هنزل بيهم برضو في الخلاط. سهل جدا، يعني الخلاط هيسهل عليك الموضوع، والمقادير دي خديها مني مضمونة 100%. بعد كده عندي كوبايتين من الحليب. هضرب بقى المكونات دي كويس ولحد ما تعمل معايا رغاوي وفوم كده زي ما انتوا شايفين. بكده اضمن ان الكيك بتاعي يطلع هش ويطلع مرتفع ومش مكتوم معايا. بعد كده نزلت ب1.5 كوباية من الزيت. طبعا يفضل الزيت بتاعك يكون ريحته حلوة ويكون نوع كويس علشان يديكي نتيجة حلوة وما يغمقش الكيك معاكي. وكذلك السكر لازم يكون نوع حلو ولونه فاتح علشان يطلع الكيك معاكي فاتح وحلو. هضرب بقى المكونات دي كويس جدا على اعلى سرعة في الخلاط لحد ما يعمل معايا الفوم اللي انتوا شايفينه ده. تمام كده. نيجي بقى للمكونات الجافة. انا عندي هنا 6 كوبايات من الدقيق. انا نخلتهم مرة قبل كده وهنخلهم معاكم كمان مرة. ودي برضو سر من نجاح، سر من اسرار نجاح الكيك، انك تنخلي الدقيق وتدخلي له هوا، بحيث ان الكيك ما يطلعش معاكي مكتوم. هنخلهم كده. طبعا لو حابة تعملي نص المقدار مفيش مشكلة، انا هسيبلك المقادير في صندوق الوصف. سواء عايزة تعملي يعني الكيك بالحجم العائلي او تعملي صينية متوسطة. بعد كده نزلت ب0.5 كوباية من النشا ومعلقة كبيرة من البيكنج باودر ورشة ملح. هقلبهم كويس جدا مع بعض. طبعا سر برضو من اسرار نجاح الكيك ان قبل ما ابدا في اي خطوه من خطوات الكيك اكون مشغله الفرن على درجه حراره 180. البيض بتاعي يكون بدرجه حراره المطبخ، يكونش لسه طالع من التلاجة، سكر يكون فاتح ونوع كويس، والزيت كذلك. هنزل بقى بالسوائل كلها على المواد الجافه، وهقلب كويس واقلب في اتجاه واحد علشان ما طلعش الهواء من الكيك. لازم اقلب كويس واضرب كويس لحد ما الدقيق يختفي وما يبقاش في اي تكتلات من الدقيق. يعني انت هتعملي الكيك ده ما شاء الله يقعد معاكي، انا قاعد معايا ما شاء الله اللهم بارك، قاعد معايا 4 ايام. ولادي كانوا بياخدوا منه في الفطار وهم رايحين المدرسة، وكانوا بياخدوا منه بالليل يعني يتعشى بيه ما شاء الله يعني، وكنت مقطعاه قطع كبيرة كمان. فهو بجد بجد موفر جدا واقتصادي، وما شاء الله يعني نتيجته كانت حلوة جدا. شايفين بقى الهواء اللي في الكيك في الخليط ده، الفقاعات اللي انتم شايفينها دي، انا لما بشوفها ببقى عارفة ان الكيك بتاعي بأمر الله ناجح. جبت كده صاج وبطنته كده بورق الزبدة، وده نزلت فيه الخليط زي ما انتم شايفين كده. الصاج ده كبير، مش عارفة الكاميرا مبيناه ولا لأ. ده 30 في 40. حطيت ورق زبدة علشان الكيك بتاعي هيرتفع في الفرن. ما شاء الله شايفين الجمال. قعدت في الفرن 35 دقيقة واخدت لون من تحت ومن الجوانب، فتحت عليها الشواية وما شاء الله طلعت بالجمال ده، هش ومرتفع وجميل جدا. وريحته بقى ما اقولكوش، يعني في الجو التلج اللي احنا فيه ده، كوباية شاي باللبن كده ومع نفسك بقى، مفيش احلى من كده. قلبتها كده على
على صاج تاني، وشلت ورق الزبدة زي ما انتم شايفين، والتسوية من تحت ومن فوق وهشة جدا. عايزة اقول لكم انا سبتها لما هديت حوالي ساعة، وابتديت احطها كده على صاج واقطعها بقى. طبعا التقطيع ده بتاعك انتي بقى، انا قطعتها حجم كبير بصراحة، يعني ممكن تقطعها اصغر من كده وتعمل معاك كمية اكبر كمان. شايفين ما شاء الله يعني القطعة، اللهم بارك، ما شاء الله. نشوفها بقى مع بعض من جوه كده، هش كده ومفرغ مش مكتوم ولا اي حاجة من اللي بنخاف منها بقى. الكيك طلع مكتوم، الكيك طلع من نص معجن، وشايفين التسوية اللهم بارك. امشوا على كل الخطوات، بجد يطلع معاكم كيك تحفة، ما شاء الله جميل جدا. اتمنى الفيديو يعجبكم وتكونوا استفدتوا ولو يعني بمعلومة تفيدكم في عمل الكيك، وان شاء الله تطلع معاكم ناجحة من اول مرة. كده خلص الفيديو بتاعنا، واستنوني في فيديو جديد، وان شاء الله اشوفكم في فيديوهات تانية كتير. مع السلامة.